بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم. يلا هنعمله مع بعض أحلى صينية سمك. أنا هنا معايا سمك بلطي، نضفته وغسلته كويس جدا خليته زي الفل، ومعايا طماطم، ومعايا بطاطس مقطعاها كده حلقات وحطاها في مية وملح، ومعايا جزراية مبشورة، ومعايا حزمة من الكرفس، ومعايا بصلتين مقطعاهم كده حلقات صغير. ويلا بينا مع بعض هنشوفوا هنعملوا الصينية بتاعتنا الجميلة دي ازاي. أول حاجة كده يا حبايبي أنا معايا السمك بعمله فتحات كده بالعرض زي ما انتي شايفة معايا كده بالظبط. الفتحات دي علشان هحط فيها من الخلطة اللي احنا هنعملوها مع بعض، وعلشان أتأكد إن السمك بتاعي استوى. وكده أنا خلصت السمك، يلا بينا نعمله الحشوة بتاعته مع بعض. وهنا كده أنا حضرت معايا بولة أنزل فيها بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، وأنزل عليها بمعلقتين من الملح، ومعلقة من الكمون وشوية شطة، ومعلقة من بهارات السمك، ومعلقة كده من الكزبرة. وأنزل هنا بحوالي معلقة كده من المستردة، وأنزل معايا هنا بعصير ليمونتين. طبعا السمك بيحب جدا الليمون الكتير، بيبقى طعمه ايه خطير. وهنا كده أنا عصرت الليمون خلاص، أنزل على طول هنا بمعلقة صغيرة من الفلفل الأحمر المفروم، وأبدأ هنا كده إني أقلب التتبيلة الجميلة دي كده مع بعض. التتبيلة بتاعت السمك هنا وأنا بقلبها ريحتها بجد طالعة جميلة جدا. وأنزل هنا بحزمة الكرفس اللي معايا، طبعا الكرفس مع أي سمك بيبقى روعة. وأنزل هنا بالجزراية المبشورة وشوية بصل، وأنزل بحوالي كده طماطماية، وأقلب الكلام الجميل ده كده كله مع بعض. أنا هنا بس لقيت الطماطم معايا متقطعة كبير فصغرتها شوية. بجد دي أجمل خلطة تعمليها علشان تحشي بيها السمك. وكده الخلطة بتاعتي جاهزة، يلا بينا نحشي السمك على طول. أنا كده باخد واحدة واحدة من السمك بحشيها كده من بره ومن جوه، وبحط في الفتحات اللي في الجناب كده من الحشوة اللي احنا عملناها مع بعض. طبعا يا حبايبي الحشوة اللي في قلب السمك دي لما بتطلعيها وتاكليها كده مع الرز بتبقى جميلة قوي. ولما تحشي كمية السمك اللي معاكي كلها تبقي سيبيه كده حوالي 10 دقايق يتطعم كده بطعم التتبيلة والحشوة اللي انتي حطيتيها عليه. إخواتي وحبايبي، بتمنى إن القناة بتاعتي تنجح بيكم، بجد أنا تعبت فيها جدا وبحبها وبحب الشغل بتاعي فيها، فما تنسونيش في اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة اللي بجد قوي بتفرحني وبتسعد قلبي وبتشجعني إني أعمل كل حاجة جديدة. وهنا كده معايا الصينية اللي هدخلها الفرن، أنزل فيها كده بشوية بطاطس، وأنزل بباقي الحشوة اللي كانت معايا، أزود عليهم شوية بصل وطماطم وجزر، وأبدأ أتبل الكلام الجميل ده كده مع بعض. أنزل كده بمعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكمون وشوية شطة، وشوية كزبرة كده حوالي نص معلقة، ونص معلقة من الفلفل الأحمر، ومعلقة من بهارات السمك. وأبدأ أقلبهم كده كلهم مع بعض، وأفردهم كده في الصينية معايا، ودي هتكون أرضية علشان أحط فوقيها السمك. بصي معايا الألوان جميلة إزاي. وهنا هبدأ أرص السمك بتاعي فوق البطاطس. أحلى صينية سمك دي بجد، ولا تقلي ولا تشوي، حاجة خفيفة كده ومغذية جدا وجميلة. أزين السمك بتاعي كده من فوق بطماطم وفلفل وليمون، بس صراحة هو مش محتاج تزيين ولا حاجة، هو لوحده كده جميل. وهنا كده أنزل بحوالي ربع كوباية من الزيت فوق الوش، وأبدأ أغطيها على طول بورق الفويل وأدخلها على الفرن على طول. حطيها على أرضية الفرن على درجة حرارة 200، ولما تستوي معاكي شغلي الشواية شوية. وكده الصينية بتاعتي طلعت من الفرن، بصي الجمال والريحة بقى مش قادرة أوصفلك بجد. اعملي جنبها شوية رز وشوية سلطة، وما تعمليش حاجة تاني. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.